روى الإمام مسلم من حديث قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. معاشر المؤمنين عباد الله، إن يوم عرفة يوم تعتق فيه الرقاب، إنه يوم تسمع فيه الدعوات وتجاب، إنه يوم كثر خير الله وطاب، لا إله إلا الله الكريم الوهاب. فلذلك يشترك فيه أهل الأمصار مع الحجيج في مغفرة العزيز الغفار وفي العتق من النار. فلا إله إلا الله ما أكرمه من فضل امتن به عليهم العزيز الغفار. ففي صحيح مسلم من حديث أم عبد الله زوج رسولنا في الدنيا والآخرة الصديقة بنت